ايه اللي بيزهق اي غاوي حمام من الحمام ويكون بيحبه وكل حاجه بس يزهق ويمل منه؟ يقول لك والله خلاص انا هبطل حمام او انا هصفي. حاجه مهمه جدا 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 رجاله، وهي الكلفه وعبء الكلفه. طيب انا كغاوي حمام اتعامل ازاي مع موضوع الكلفه وعبء الكلفه وبتاع؟ يا جماعه انا لازم عندي في المرتبه الاولى هو الفرخ، ثم الفرخ، ثم الفرخ. الحاجه الوحيده اللي تفتح نفسك على الحمام هي الزغاليل. الحاجه الوحيده اللي تخليك تستمر في تربيه الحمام وما تملش منه ابدا وما تزهقش ويبقى الكلفه مش هيبقى عليك هي انتاجك للزغاليل. ايا كان النوع اللي انت بتربيه ايه، يعني بتربي مثلا سكروتات يبقى عندك انتاج سكروتات، بتربي مثلا حمام نشي يبقى عندك انتاج حمام نشي، بتربي مثلا زواجل يبقى عندك انتاج زواجل، اي لحم يبقى عندك انتاج لحم. بدون انتاج ده كفيل ان هو يسد نفسك ويقفلك من تربيه الحمام. لازم يبقى عندك انتاج، لازم تسمع صوت الصوصوه في السلاك عندك، حتى لو بتنش وبتطير ومش عارف ايه، لازم يبقى عندك جنب كده في 5-6 جواز كده بتنتج منهم وبتفرخ منهم. تعال نسمي الله كده ونشوف احنا هنا في سلكتنا وفي المكان اللي احنا بنربي فيه حمام ايه اللي بيفتح نفسنا. تعالى زيزو كده بعد اذنك، ايه اللي بيفتح نفسنا للحمام، او ايه اللي بيخليني اطلع وانا مبسوط وانا فرحان؟ زي ما قلت لك هي حاجه واحده وهي انتاج الزغاليل. حتى والله لو بتربي حتى دبيح مفيش انتاج فانت نفسك مسدود. تعالى زيزو كده فرجنا كده يا معلم على كام زغلول كده والانتاج. تعالى مثلا نسمي الله ونشوف الاول مثلا قص الشخاش ده. هات المحضن كده يا زيزو مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. تعالى نسمي الله ونبص على القص اهو. ده شباب قص الشخاش ده زرق نش، دماغهم من حديد وصلب، ناشين منهم فوق 3، واحد مع الشبابات، واحد مع الذكوره الكبار، وواحد زغلول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا رجاله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. قول لي بالله عليك منظر جميل زي ده ما يفتحش نفسك على التربيه يا زيزو؟ انا اصلا يعني حاجه جميله بالشكل ده كده ما تفتحش نفسك على التربيه؟ لا. اللهم صل على النبي. شوفوا بقى جمال ده وحلاوته، مسمسم ازاي وطالع سوري ما شاء الله، طالع بكريستو وبصمه بسي وبورده جميل والله ما شاء الله. شوف انا المنظر ده كفيل ان هو يفتح نفسي على التربيه. اللهم بارك. رجع الزو مكانه. طيب جوز حضان، تعال نشوف الاول قبل ما نشوف جوز حضان. تعال نشوف عيش السكسون اللي جنبهم يا زيزو. دخل ده يلا مكانه كده وسكنه مكانه. انا يا جماعه دايما اقول لك مش عايز عندك عين مفيش فيها حركه مفيش فيها شغل. هات دول، هات الشقلباظات دول. عايزك كل عين عندك تستغلها افضل استغلال. ماشي؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله. يعني دايما، لان انت ممكن والله بالله تحسد حاجتك، دايما تقول ما شاء الله اللهم بارك ربنا، اللهم صل على النبي في المكان عندك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف انا جبته يعني بالمره كده، الواحد والله بيعشق التنظيف للحمام. دول رجاله عش سكسو بيض ما شاء الله، شراولهم بتطلع حاجه عظيمه. ماشي؟ بيطلعوا مسمسمين قوي وبيطلع هدهم عالي وبيطلعوا حلوين، مستواهم عندنا حلوين ما شاء الله. اللهم صل على النبي ما شاء الله. موضوع بقى فين الذكر وفين النتايه والقصه دي انا ما بشغلش بالي بيها. انا اهم حاجه عندي هما لسه بنوا اصلا جدع عزيزو. انا اهم حاجه عندي الزغاليل تكمل. دول القص الكبار ما شاء الله. اللهم بارك، يعني اللهم بارك يا رب يتم لهم على خير. لما يبقى مثلا على سبيل المثال بابين زي دول وقصين زي دول، قول لي بالله عليك دول ما يفتحوش نفسك ان انت تطلع تسمي الله كده وتشوف؟ تعال نشوف حاجه ثانيه. يا زيزو عندك ايه تاني؟ هاتوا بمحضنه. عندنا قص حضان نتايه كده سمره كده استراليه كده بوش كده على ذكر زاجل بلاك. ماشي؟ حاطين تحتهم حصويتين بلق حمر، واحد مات والتاني عايش. تعال نسمي الله كده ونتفرج. شوف العصفور الزوج بيلعب ازاي، بص العصفور عمال يلعب ازاي. ماشي؟ تعالى يا زيزو. اللهم صل على النبي ما شاء الله. طبعا احنا عندنا بيت بلق حمر احنا مشهورين بيه هنا في المنصوره، شياطين ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده واحد منهم. شوف اصلا هو صغير هو قرد اصلا ما شاء الله. بص يا رجاله، بص هم مأكلين، انا ما اتدخلتش. يعني انا بقالي اصلا والله يبقى لنا من يوم الجمعه يا زيزو. النهارده ايه؟ الثلاث من يوم الجمعه ما اتدخلناش ولا اكلنا زغاليل ولا عملنا اي حاجه والله ما شاء الله. يزو الله ينور. خلي بالك يا اسطى انت شريكي في انتاج الزغاليل والدفعه ديت، لان انت بتهتم معايا وبتسجل وكده. الله ينور يا زيزو. يلا حبيبي حط دوت وتعال نشوف اللي بعده. خلي بالك انا بعمل لك جوله وبفتح نفسك على التربيه. اللي عايز يصفي واللي عايز يخرج من الحمام. انا لما افرغ زغاليل جبت كلفتي، طلعت بقى خدت مزاجي بقى، كوبايه القهوه بتاعتي كوبايه الشاي وخدت مزاجي. اللهم صل على النبي.
اقول لك خليهم بدل مش هنعرف نخرج المحضن ده واسع او كبير. اللهم صل على النبي. عيش استراليات ماشي ولادهم والله بقى، تاخدهم تبيعهم، تاخدهم تنشهم، تاخدهم تنزلهم ذبيح. بس انا يا باشا القص ده جاب همه معايا. فرجنا يا باشا كده، متعني يا زيزو. القص ده كده جاب همه ايه معايا. قص تانيين معاهم زغلول. ده ايه ده؟ انجليزي يا معلم. ده زغلول انجليزي. ويطلع انجليزي؟ ماشي حلو ما شاء الله ربنا يبارك. بقول لك انا اهم حاجه عندي ان كل باب يبقى فيه حركه وفيه شغل. سكن يا زيزو وربنا يبارك. عندك حاجه تانية حلوه؟ عندك ايه؟ اتفرجنا ايه حلو هنا تاني؟ خلي بالك في زغلول جوه اهو. القص دول يا اسطى معاهم 3. لو تفتكر احنا كنا حاطين تحت القص دول 3. طيب دول 3 زغاليل. اللهم صل على النبي ما شاء الله اللهم بارك. حضان ماشي. 3 زغاليل ايه حضان. بصوا يا شباب ال3 سن واحد. القص بيزقوهم وتمام التمام زي الفل. قول لي بالله عليك. لا يا باشا دخل لي المحضن ده مكانه الاول وهنروح لهم. ده يفتح نفسي على التربيه. يبقى اللي يسد نفسي عن التربيه يخليني الم الدور بدري بدري وابيع الثلاجات وابيع الحمام هو الانتاج. وانتاجك بقى متوقف بقى على كلفتك واهتمامك وشغلك. انا ساعات بقعد انا ومازن ابن حبيبي دوت. يعني يوم الجمعه احنا قاعدين لحد امتى؟ بعد المغرب صح؟ والدنيا ظلمت. والعيشه خلاص. والله يعني عيشه خلاص. عيشه قربت تاذن وانا هو قاعدين كده ننظم. هات لي الباب ده، نضفنا المحضن ده، نسجل لجوه دول، ننقل الزغلول بتاع. هو الباب ده كمان يا معلم مفتوح اهو. بصوا يا رجاله ما شاء الله. يعني كل باب قص هم انجليزه نايمين على حصى. انا بكلمك على حضان ماشي. قص بلاكات تحتهم ما شاء الله اللهم بارك. عيش زغاليل يعني شغل. ده زغلولين ولا زغلول؟ والله ما انا شايفك يا ابني. تعالى ده ايه؟ لا زغلول واحد اهو. زغلول واحد مش اشكال. انا عايز انتج. فاكر ده لما رميتوني يوم الجمعه لما قلت لي ده مات مني؟ مش اشكال. ما هو انا لما يبقى طالع لي مثلا 30 40 زغلول ويموت مني واحد في داهيه. وده اهو خير. اللهم صل على النبي. عيش زغلول اهمت وتحت واحد اهو ماشي. ودول الاب والام. وتحت واحد استراليا سحنه كده. وواحد سيلفر تمام وما شاء الله اللهم بارك. ده 2 يا اسطى. دول 2 اللهم صل على النبي. ان شاء الله بطاطا رجاله وحنيه الدنيا بقى كلهم فيهم. القص دول عندنا بقالهم زمان وبحبهم وبعشقهم من زمان جدا. اللهم صل على النبي. طيب خلاصه الكلام يعني اللهم بارك اللهم صل على النبي. احنا لو قعدنا نتفرج هنا على باب الجنبه دي بس همتعك زغاليل. بس انا والله ما طالع امتعك زغاليل ولا حاجه. انا طالع اقول لك افرخ، طالع اقول لك انتج، طالع اقول لك اشتغل، طالع اقول لك افرخ زغاليل. فرخك للزغاليل هو اللي هينجحك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.